عمرك سألت نفسك ليه بنقف كلنا أثناء قراءة الإنجيل في القداس؟ هو مش مجرد احترام للكلمة، لكن موقف ليه معنى عميق جدا في إيمان الكنيسة. ده كلمة الله الحية، أو ما الإنجيل مش كتاب عادي. علشان كده لما الكاهن أو الشماس بيقرأ الإنجيل اللي فيها ربنا نفسه بيكلمنا، كأننا واقفين قدام المسيح نفسه بيتكلمنا دلوقتي. الكنيسة كلها بتقف في خشوع. الشعب كله كان بيقف لما يتلى عليهم الناموس زمان في العهد القديم، زي ما بيحكي سفر نحمية. فتح عذرا السفر ووقف كل الشعب. الوقوف كمان معناه إننا مستعدين نسمع وننفذ، وده اللي الكنيسة لسه محافظة عليه لحد النهاردة. يعني مش مجرد سماع عابر، لكن استعداد قلب يطيع ويعيش الكلمة. زي ما المسيح قال: طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها. علشان كده بنقف، مش لأن الطقس بيطلب كده، لكن لأن الحضور الإلهي حاضر في الكلمة. فلما تسمع قفوا بخوف أمام الله لسماع الإنجيل المقدس، هو نفس النور اللي أنار العالم كله لما المسيح اتجسد، والنور اللي بيخرج من الإنجيل. افتكر إنك مش بس بتسمع قراءة، انت واقف في حضرة المسيح. والكلمة اللي بتتقال ليك النهاردة يقولك: من له أذنان للسمع فليسمع. هي صوت الله بينادي عليك بالاسم.